لدعوة وجهت لي من نادي النصر بعضوية في النادي، وتشرفت الحقيقة بهذه الدعوة، وأنا حضرت تلبية لهذه الدعوة، ولأنها غالية من نادي غالي ومن رئيس نادي غالي. التساؤلات كثيرة حول إخفاء ميول غرم البيشي عن ميوله. اليوم أظهر هذا الميول، غرم البيشي أصبح نصراوي. والله نصراوي وأتشرف، وهذا يعني ما يجعل من بعض الشباب أنه إذا خلاص واحد يشجع نادي معين خلاص أنا أشن عليه حملة وأتكلم وأسبه وأفعل وكذا وكذا وكذا. هذا ما يعني يضيع من حبي أنا للشباب وللهلال والاتحاد والأهلي وباقي الأندية اللي موجودة عندنا. أنا الحقيقة هدفي وتواجدي اليوم في نادي النصر هو إن شاء الله رسالة سامية نود أن تصل بإذن الله، والتعاون اللي وجدته الحقيقة من رئيس النادي صاحب سمو الوكيل الأمير فيصل بن تركي، هذا الأمير البسيط العجيب صاحب الابتسامة، والمبادرة التي وجدتها أيضا من نادي النصر. هو اللي بادر نادي النصر الوحيد الحقيقة بالعضوية وبهذه الدعوة، وأيضا التعاون نريد أن يكون إن شاء الله سيسركم في المستقبل بإذن الله. ما هو التعاون؟ نبذة بسيطة. في أعمال إن شاء الله يعني ورسائل ستبث عن طريق نادي النصر وعن طريق اللعيبة، يعني أعمال هادفة سترونها بإذن الله في الأيام القادمة. هذه العضوية وهذه هدية من سمو الأمير جزاه الله خير، والحقيقة سحرنا بابتسامته وأخلاقه العالية، وشكري له على هذا الاستقبال، والله يعطيه الصحة والعافية. والحقيقة قدم كثير لهذا النادي، وأتمنى إن شاء الله أنه يعني يواصل هذا العطاء، وشبابنا يعني الحقيقة فيهم خير، ورأيت نماذج تسر الحقيقة في نادي النصر. والله إن شاء الله أنه ما يصل إلى مرحلة لا يعني لا تسرني أنا حقيقة، مع أنه يعني أتاني بعض ما يكون في عبر حسابي في تويتر من بعض الأخوان جزاهم الله خير، وصل إلى بعض الكلام ما كنت أتمنى أنه يخرج من شبابنا، لأن الحقيقة النصر والهلال والاتحاد والأهلي كلهم أنديتنا يعني، وكلهم شبابنا، وإحنا حضورنا لهم يعني من باب حبنا لهم هالشباب وحبنا للخير اللي راح يقدم عن طريقهم. يا أخي رسائل وإيجابيات كثيرة في شبابنا ستخرج إن شاء الله في الأيام القادمة وسترونها، هي سبب تواجدي الحقيقة وقبولي لهذه العضوية. والله أولا السبب الرئيسي مبادرة نادي النصر لدعوتي عبر هذه يعني عبر العضوية واتصالهم علي، وشكري لمن كان سبب في الاتصال وهو حبيبنا الأستاذ حمود العصيمي، وأيضا الأستاذ عبد العزيز العصيمي النصراوي المعروف، وحبيبنا وأخوي الغالي الأستاذ عبد العزيز المريسيل. كلهم كانوا يعني سبب أو حلقة تواصل بيني وبين رئيس النادي، وباتصالاتهم حضرنا لهذا النادي وتلبية لهذه الرغبة، وهم وجهوا هذه الدعوة وأنا حضرت تلبية لهذه الدعوة، ولو أنه أي نادي وجه لي دعوة لحضرت إليه وما تأخر.